ما تنساش دير اشتراك للقناة وتعمل لايك للفيديو وضغط زر الجرس باش توصل معنا بكل جديد. البرازيل المرشح الأول لحد الآن لتتويج باللقب أمام منتخب المغرب يصعد في المستوى شيئا فشيئا ويريد تكرار إنجاز بالوصول إلى الدور النهائي. مرشح المنتخب البرازيلي، لاعبين تاع البرازيل يعني تقال عليهم أقوى بكثير. المنتخب البرازيلي راح يفوز بهذه المقابلة. ترشح البرازيل للفوز على المنتخب المغربي. لاعبين تاع البرازيل يعني تقال عليهم أقوى بكثير، متعود على هذه المقابلات. ما نظنش راح يدخل الميدان باش يتفرج على المنتخب البرازيلي، كما كنت قلت لك تدخل باش تتفرج على المنتخب البرازيلي راك تخسر ميت، ما فيهاش مشكل. منتخب البرازيل ما عندها فرصه كبيره باش تمشي لي دومي فينال وحتى بالك لا فينال تغلب، حتى وكانت زمره تاع جوده تاع لاعبين. لما تشوف انت اللاعبين اللي موجودين في البرازيل عطينا تشكيله المنتخب البرازيلي كقيمه فرديه. اظن البرازيل لعبوا احسن. انا شفت فريق برازيلي يعني عمل كل شيء. تكلم على المنتخب المغربي كيفاش راح يقابلوا الشبان، يعني الهجوم تاع المنتخب البرازيلي اللي هو حقيقه قوي جدا. نقولوا البرازيل ولا لي غروند ناسيون سور لو بلون تاكتيك اورغانيزاسيون جو tu vas apprendre وتلعب مع دي غرون جوار. اي لو دو لوت سامير اوسي تلعب اون افريك vu واش عليه لو كليما et s'adapter aussi surtout terrain parfois les terrains ils sont un peu en difficulté وكذا. في لي دو ملاح. علاه نقول لي دو ملاح؟ لا ميور فاسون دافرونتي سي دو بريباري اون ايكيب اللي تحارب في التيران سور لو بلون تاكتيك سور لو بلون اورغانيزاسيون جو اي سور لو بلون انجاجمون. هذا هو الصح. تلعب مع البرازيل ولا مع نيجيريا وما عندكش الفريق اللي يدير هاد الحوايج ما تافونسيش. المنتخب البرازيلي خاصه في خروج الكره، ولكن اذا لعبت معاه وتوقف له الند للند راح يوجد صعوبات المنتخب البرازيلي. واليوم تاع مقابله تاع كاس العالم نظن باللي راح يعطيو كل ما عندهم، كما تكلم ياسين على الروح القتاليه اللي عندهم، ولكن حتى المنتخب البرازيلي هو ايضا عنده الروح القتاليه وعنده الفنيات وعنده اللياقه البدنيه وعنده لا جونيس. راح تكون مقابله قويه، اصطدام قوي ما بين قلت لك زوج مدرستين تقريبا متشابهان، يعني نفس المفوتيف تاع اللاعبين البرازيليين تقريبا نفس الشيء. ولهذا راح نشوفوا مقابله قويه، واللي يكون يعني اللي راح يغامر وياخذ المبادره تاع المقابله هو راح يفوز بهذه المباراه. تقريبا الكره اللي لعبوها تتشابه. البرازيليين معروفين بالفنيات تاعهم، عندهم فنيات، ولكن المنطق يقول ان المنتخب البرازيلي راح يفوز بهذه المقابله. وتبقى كره القدم لها اسرار، نشوفوا ماذا راح يفعل. يعني نتكلم على المنتخب المغربي كيفاش راح يقابلوا الشبان، يعني الهجوم تاع المنتخب البرازيلي اللي هو حقيقه قوي جدا. نشوفوا يوم غد كيفاش راح تكون نهايه هذه المقابله. ولو انا شخصيا ارشح المنتخب البرازيلي. ترشح البرازيل للفوز على المنتخب المغربي. ترشح المنتخب البرازيلي. المقابله حتكون صعيبه. نقارنوا البرازيل مع المنتخب المغربي. المنتخب البرازيلي صاحب 5 ألقاب كامله في المونديال، المغرب بدون لقب. ومن الجانب النفسي انا يظهر لي انه منتخب البرازيل ما عندها فرصه كبيره باش تمشي لي دومي فينال وحتى بالك لا فينال تغلب، حتى وكانت زمره تاع جوده تاع لاعبين. لما تشوف انت اللاعبين اللي موجودين في البرازيل عطينا تشكيله المنتخب البرازيلي كقيمه فرديه. المنتخب البرازيلي خاصه في خروج الكره، وعارف انه هو اللاعب الخطير الجهه اليمنى. هنا عرفت نو بلات با سا فافور في هذا المستوى. الاخطاء ما لازمش تكون، خاصه في تسيير النتيجه، في تسيير السيستم دو جو بحد ذاته، لانه هذا ترجع لصلاحيه المدرب. انا نقول البرازيل عندها فرصه كبيره باش تمشي لي دومي فينال وحتى بالك لا فينال. اليوم اذا خرجت ما تلوم الا نفسها. وكان واحد الامور ثاني اللي شفناهم عند لي بريزيليان اون ديري لعبوا شبعانين. اظن البرازيل لعبوا احسن، خلقوا اكثر فرص، استحوذوا على الكره اكثر، نوطامون دوزيام ميطون في الاشواط الاضافيه الاثنين. انسيستاو لعبوا في لي زانترفال، لعبوا ايزون بوكو افونسي في لي زانترفال، خلقوا فرص سورتو لي دو ذكرتهم سي لي زيلي نورمالمون وحده تدخلوا ما دخلوش في زوج بعد ماركابيت. ولكن انا شفت فريق برازيلي يعني عمل كل شيء، ولكن النجاعه الهجوميه ليفيكاسيتي ما كانتش واجده. ولكن
بالمقابل فريق نهائي لعب نهائي كأس العالم وعنده لاعبين مخضرمين، عنده من غروند اكسبيريونس. فهمت؟ لا غلط، صلحوا لي. تما انتوما البرازيل سوا ديزون رفضوا، طلبوه ما يلعبوا معنا، ما حبوش يلعبوا في وهران، ما حبوش يلعبوا في وهران ودونك رفضوا. فوالا انا اشكر الله. البرازيل لو غران برازيل لعب في وهران، لو غران برازيل تبان هذا البرازيل لعبوا في وهران. البرازيل واش يحوسوا كي يحبوا يلعبوا معاك، يحبوا يلعبوا مع الفريق، ما حبوش يلعبوا مع الولايه. تريد تأهل منتخب البرازيل. نعم حتى نتمتع اكثر. لا نتمتع اكثر يعني صح 4-1 متعه كرويه، الاداء خرافي. نعم. هذا نرشح هذا الفريق، هذا دليل على قوه هذا المنتخب، على التوازن في كل الخطوط، حارس مرمى، الدفاع، الوسط، الهجوم، لان هذا الفريق قوي. نعم قوي حتى بالاحتياط تاعو، ما كانش احتياط يعني، كان فكره تاع مدرب، كان تكتيك، كان مباراه اللي تناسب بهذا اللاعب وتناسب ما تناسبش هذا اللاعب. اللاعبين في الاحتياط، شوف احترام الكبير لهذا المدرب. نعم. يعني اعطى فرصه، يعني هذه كاس العالم يعني راهي تدرس وتعطي دروس لعده مدربين. يعني شوف اللاعبين كلهم لعبوا، حتى الحارس الثالث الا الطبيب اللي مازال ما دخلش، طبيب الفريق. صح. يعني هذا دليل على قوه هذا المنتخب، على التوازن في كل الخطوط. ورشح المنتخب البرازيلي، اللاعبين تاع البرازيل يعني تقال عليهم اقوى بكثير. المنتخب البرازيلي راح يفوز بهذه المقابله. ترشح البرازيل للفوز على المنتخب المغربي. مدرستين، اللاعبين تاع البرازيل يعني تقال عليهم اقوى بكثير. انه منتخب البرازيل ما عندها فرصه كبيره باش تمشي لدومي فينال وحتى بالك لا فينال تغلب، حتى وكانت زمره تاع جوده تاع لاعبين. لما تشوف انت اللاعبين اللي موجودين في البرازيل صراحه تشكيله المنتخب البرازيلي كقيمه فرديه، المنتخب البرازيلي خاصه في خروج الكره، وعارف انه اظن البرازيل لعبوا احسن. انا شفت فريق برازيلي يعني عمل كل شيء. نتكلم عن المنتخب المغربي، كيفاش راح يقابلوا الشبان يعني الهجوم تاع المنتخب البرازيلي اللي هو حقيقه قوي جدا. البرازيل المرشح الاول لحد الان لتتويج باللقب امام منتخب المغربي، يصعد في المستوى شيئا فشيئا ويريد تكرار انجاز 2018 بالوصول الى الدور النهائي. متعود على هذه المقابلات، ما نظنش راح يدخل الميدان باش يتفرج.